خذلان وخيانة للألوان، لن يكون لكم في الفريق مكان. هكذا عبرت جماهير الترجي الغاضبة في محيط البارك ونزل الحديقة باء في الجوارات، وهي تسب مميش العايب بوشنيبة الحالو. صراحة ما وقع صبيحة اليوم في محيط البارك ونزل الحديقة فقط هذا جزء بسيط من الغضب ديال الجماهير على الأداء السيء لبعض اللاعبين في الترجي والهزيمة القاسية أمام بيراميدز المصري، واللي كانت هزيمة مفاجئة للترجي. فهذا الصباح في الحصة التدريبية اللي قامت بها الترجي في الحديقة باء، فتم تأخير الحصة لحوالي ساعة بعدما رأت اللجنة التنظيمية هذه الحصة التدريبية الصباحية أنه من ضروري حضور تعزيزات أمنية كبيرة، وذلك لتأمين حصة تدريبية لفريق الترجي. لكن اليوم الترجي وجهت رسائل سلمية، رسائل ذو نبرة من قلق الجماهير الغاضبة على الأداء ديال الترجي، وكون بعض اللاعبين لا يستحقون التواجد في الفريق ولن يكون لهم مكان في الفريق. صراحة الترجي فريق أوروبي بلاعبين من مستوى كبير. الهزيمة لماذا أمام بيراميدز؟ فماذا لو كانت مثلا مقابلة أهلي مصري وقعنا في هذا المشكل هذا وانهزمنا في آخر لحظة في النهائي أو في نصف النهائي، فغتكون كارثة. الحمد لله أننا الآن في دور مجموعات فقط، ولازم تصحيح هذه الأمور، وهذه هي مطالب الجماهير الغاضبة من حمدي المدب لتكوين لجنة تدقق في الانتدابات القادمة في الميركاتو، وأيضا التأكد من الاختيارات الصحيحة والصارمة في الميركاتو الحالي الشوي. فاليوم هذه الرسالة اللي نشرتها جماهير الترجي فهي كافية لإدارة الترجي أنها تنظر هذه الجماهير وتاخذ نظرة عامة على ما يقع في الفريق. فصراحة رسالة جميلة جدا نذكركم بها: خذلان وخيانة للألوان، لن يكون لكم في الفريق مكان. يعني خذلتم وخنتم لون الفريق، فلماذا لا تقاتلون على الفريق؟ ما شفناش الروح القتالية في المباريات ديال الترجي كاملة. كل لاعبين يريدون أن يظهروا فقط إمكانياتهم والفرديات، ونسوا أن الشيء اللي مهم جدا هو اللعب الجماعي والفوز. فكل لاعب يبحث أنه يلقى مكان رئيسي وأساسي في التشكيلة، وهذا المشكل هذا خلى واحد الخطر كبير على الأداء ديال الترجي، اللي كنعرفوا بأن الترجي فريق كبير جدا ولن يتنازل عن الفوز بدوري أبطال أفريقيا ولا بالدوري التونسي. فالجماهير تحس بأن الأداء ضعيف جدا، ولازم تحرك عاجل خلال الساعات المقبلة. يجب أن يكون هناك مغادرة لبعض اللاعبين محسوبين على الأصابع صراحة، معروفين جدا، وليس فقط من ميش والعيب وشنيبة. فلازم تصحيح بعض الأمور مثل التكتيك واختيارات المناسبة ديال المدرب اللي يجي كامب في التشكيل. فمثلا البشير بن سعيد لماذا لا يأخذ فرصته في الترجي؟ أيضا زكريا العيب وبوشنيبة فلعبوا ماشي مرة ماشي جوج، وشن الأداء ديالهم ضعيف جدا وليسوا لهم مكان في الترجي صراحة، هذا بكل واقع. فلازم انتدابات قوية جدا. فإذا ما كانوش انتدابات فغنشوفوا مقاطعة من جماهير الترجي لكل مباريات ديال الترجي المقبلة، لا مع قاريا ولا محليا. لهذا فاختيارات لازم تكون مضبوطة ومسؤولة، فمثلا إبعاد كارنوزو والتعاقد مع ريجي كامب. ما هي الفائدة من التعاقد مع ريجي كامب وإبعاد كارنوزو؟
حتى الآن اختيارات فاشلة. كيف أنك تتقدم بهدفين لهدف، هدفين نظيف، في آخر لحظة تنهزم بهدف واحد أمام بيراميدز. فصراحة هذا يدل على الضعف ديال البدلاء في الفريق. وإلا كان عندك الضعف في البدلاء ديال الفريق فما خاصك تغير بتاتا في التشكيلة وتترك البلايلي وتترك مكوانا وتترك الساسي حتى الآخر الثانية، لأن ما عندكش بديل اللي يمكن يعوض الأساسي. أيضا المشكل الثاني اللي مهم جدا هو أن ملي أخرجت اللاعب يان ساسي وأخرجت مكوانا والبلايلي، أصبح الضغط لم يصبح الضغط على دفاعات بيراميدز المصري، بل أصبح لاعبين متحررين وبدأوا يهاجمون الترجي، وبذلك تمكنوا من تسجيل هدفين في دقيقتين، هدف أول تعادل وهدف انتصار. فهذه هزيمة بيراميدز لن تمر مرور الكرام، وسنعاقب كل من كان له يد في هذه الهزيمة اليوم. هذه فقط الرسالة الأولى من الجماهير، والموقف الأول: خذلان وخيانة للألوان، لن يكون لكم في الفريق مكان. فاللي كتهمو هذه الرسالة ينوض يجمع أدوات ديالو ويخرج من الفريق. فرسالة واضحة: ملميش العايب بوشنيبة، إما تأخذون الطريق الجيد وتلعبون على الفريق، أو المغادرة ولا تنظروا خلفكم أبدا نحو الترجي. فالترجي فريق كبير، واللاعب الكبير هو من يستحق اللعب في الترجي. إن شاء الله نوفقكم بكل جديد في مواضيعنا القادمة. أي شيء يخص الترجي فقط، واتركوا لنا تعليقاتكم أسفل الفيديو.